الله يسعد لي صباحكم. طبعا كثير عم يجيني أسئلة عن موضوع إنه أنا سيارتي شخصية موجودة بالكويت، موجودة بالسعودية، بقطر، إنه أنا سيارة هي شخصية لإلي، أنا بدي أنزلها وجمركها. فشو ترتيبتها وقديش جمركتها وهل يسمح لها إنه جمركها؟ موضوع السيارة الشخصية تعامل مثل السيارة يلي أصحاب الشركات اللي عم يستوردوا كانوا سيارات على سوريا. الفرق بين السيارة الشخصية والسيارة تبع الشركة، يعني أنا شركة عم بستورد على اسم شركتي، القانون يسري على الاثنين. الفرق إنه السيارة اللي أنا استوردتها على شركتي آخر السنة في عندي ضريبة ربح بدي أدفعها للدولة، بينما السيارة الشخصية ما عليها ضريبة ربح لأنه هي استخدام شخصي. بس كقانون استيراد بيشمل السيارة الشخصية والسيارة اللي عم تستورد عن طريق الشركة. يعني ما خصصوا انه هي السياره للشخص خلص تدخل ايمتى ما كان، ما في هذا الشيء. طلع القانون انه السياره بتدخل من 2011 لل 2025 الجمارك المتفاوته بهي السنين. ان كانت سياره شخصيه بتدخل طالما القانون موجود، وان كانت سياره على شركه بتدخل. لما طلعت المنصه السياره الشخصيه تعامل مثل اي صاحب شركه عم يستورد. الفرق بيناتهم هو فقط ضريبة الربح آخر السنة. فالقانون بيسري على السيارة الشخصية وعلى السيارة تبع الشركات. شو بيطلع قانون ساري على الاثنين، فلذلك السيارة الشخصية ما بتدخل على سوريا طالما حاليا واقف الاستيراد على سوريا. بس ينزل قانون جديد، الموديلات الجديدة بدهم يبعتوها بجوز تكون آخر 7 سنين، وعلى الأغلب أول السنة يفتح استيراد السيارات على سوريا. ساعتها بقولوا انه السيارة الشخصية بتدخل موديل 2017، وصاحب شركة بده يجيب سيارات كمان بدخلها موديل 2017، اما ما في استثناءات للاشخاص ابدا.